تعالوا أعرفكم النهاردة يا شباب عن أسهل بلد أو أسهل تأشيرة هتساعدك إن أنت تقدر تدخل بيها كل دول أوروبا، وخصوصا منطقة الشنجن يا جماعة. والبلد ديت تأشيرتها بتطلع لك في 5 أيام وبالكتير بالظبط 7 أيام، وأوراقها بسيطة وهي متاحة لكل الدول العربية. بس قبل ما ندخل طبعا في التفاصيل، الناس اللي هي أول مرة تشوفنا وحابة تكون معانا في قلب القناة عشان تعرف كل جديد برضه معانا، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلها معانا كل جديد. اولا كده يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. النهارده يا جماعه احنا هنتكلم عن تاشيره الدوله دي تاشيرتها هتساعدك ان انت تدخل طبعا منطقه الشنجن، خصوصا ان حدودها تعتبر قريبه من حدود دول الشنجن بعد دخول طبعا كرواتيا. وتأشيرة النهاردة يا جماعة هي تأشيرة البوسنة والهرسك، وتأشيرة البوسنة والهرسك تعتبر من أسهل التأشيرات، وخصوصا في أوراقها أو مدة إصدارها، أو برضه في نفس الوقت تكلفة التأشيرة ديت يا جماعة. والأوراق بتاعت التأشيرة ديت يا جماعة هنتكلم عنها بالتفصيل، وتعتبر سهلة للجميع. وخصوصا إن حدود البوسنة يا جماعة والهرسك تعتبر من أقرب الحدود، اللي هي مثلا قريبة جدا مع كرواتيا. يعني أول ما توصل البلد هناك ممكن إن أنت تعتمد على نفسك، أو إن أنت تتصرف وتقدر تدخل طبعا كرواتيا. ومعنى دخولك إن أنت دخلت كرواتيا، وبما إن كرواتيا يا جماعة دولة من دول الشنجن اللي هي الدولة ال27، فمن حقك بعد كده إن أنت تتنقل عادي وتخش دول الشنجن بحرية زي ما احنا عارفين. تعالوا بقى نتكلم بالظبط عن الأوراق المطلوبة، وهي التفاصيل الخاصة بتأشيرة البوسنة والهرسك. أول حاجة يا جماعة يحتاجوا منك جواز سفر ساري، والجواز دوت يا جماعة يكون فيه على الأقل زي ما احنا عارفين 6 شهور. 6 شهور ليه يا جماعة؟ لأن أنت ما تيجي تاخد مثلا التأشيرة تاخد 90 يوم، يعني 3 شهور. فانت من الافضل ان انت مثلا يكون الجواز فيه لما تيجي تقدمه يكون فيه مدة 6 شهور. تاني حاجة يا جماعة، انت بتقدم طلب للتأشيرة، بتاخد الطلب كده وبتحمله وبتملاه، وبعد كده بتوقعه باسمك وتقدمه في قلب السفارة. من الأوراق برضو يا جماعة اللي هيحتاجها من حاجة اللي هي الصورة الشخصية حديثة بخلفية بيضاء، عشان الناس ما تجيبش صور قديمة وتستخسر. حاول ان انت تهتم بالأوراق ديت عشان لما تيجي تقدم ورقك يبقى ورقك كامل يا جماعة. هتدفع رسوم التأشيرة، وزي ما احنا عارفين اللي هي 31 يورو، يعني مش مبلغ كبير. برضه هيحتاج منك خط سير رحلة. يعني ايه خط سير رحلة أو خطة سفر؟ خطة السفر ديت يعني بتقول لهم انت هتروح فين في الأماكن بالظبط، وعدد الأيام اللي انت هتقضيها. وبرضه نصيحة عشان الناس تبقى واخدة بالها، ما تحاولش تكبر مدة الأجازة بتاعتك. يعني اقصى حد يوم ما انت هتقول مثلا هتقضي اجازه هناك تكون 15 يوم. بعد كده اللي هي تذكره الذهاب والعوده. تذكره الذهاب والعوده دي من الاوراق اللي لازم تكون موجوده عشان يتاكدوا ان انت برضو عند حسن نيتك وهترجع بلدك تاني. بعد كده برضو اللي هو اثبات الاقامه، يعني انت هتنزل فين، هتسكن فين في ال5 ايام ولا 10 ايام اللي انت هتقضيهم في قلب البلد. يعني هيحتاجوا منك حجز فندقي، واحنا عارفين طبعا ان افضل مكان تقدر تحجز من عليه اللي هو موقع بوكينج دوت كوم. كشف الحساب البنكي هنا بقى يا جماعة، كشف الحساب البنكي بتاع البوسنة والهرسك سهل جدا، خصوصا ان هي اساسا لسه دولة ناشئة جديد ومتساهلة مع العرب. فبتحتاج منك كشف حساب بنكي يثبت ان انت هتغطي مصاريف اجازتك. يعني مش شرط يكون كشف حساب بنكي كبير، عشان الناس برضو ما تقلقش، ممكن تعمل كشف حساب بنكي لاخر 3 شهور هينفع وتقدمه عادي، ما تقلقش من اي حاجة. برضو لو انت موظف هيحتاج منك خطاب من جهة العمل يثبت ان انت بينزل لك راتب شهري. شفت الطلبات بتاع اصلا التأشيرة ديت، انا حبيت اتكلم عنها بالتفصيل. تثبت لهم مثلا ان انت موظف، لو انت موظف بتجيب خطاب اللي هو HR بيثبت من الشركة اللي انت شغال فيها ان انت بينزل لك راتب شهري في قلب حساب البنك بتاعك. برضو لو انت صاحب عمل نفس الكلام، هتقدم بسجل تجاري وبطاقة ضريبية، وبتجيب برضو خطاب من البنك عادي ان انت بيخش لك ارباح طبعا من المشروع بتاعك. برضو بعد كده من الأوراق اللي ممكن كله يستصعبها شوية اللي هي خطاب الدعوة من أي شركة بوسنية. وديت لو أنت هتقدم طبعا عن طريق شركة من هنا في مصر، هتقدر تخلص لك خطاب الدعوة ديت من أي شركة هناك من البوسنة. أو إن أنت عادي ممكن تتواصل مع أي شركة بوسنية تالي يعني شغالة في السياحة، تقدر تبعت لك خطاب الدعوة. بس طبعا بتاخد عمولة بناء على الخطاب دوت يا جماعة. بتيجي لك الرد امتى بقى يا جماعة؟ بيجي لك الرد يا جماعة بالظبط بعد 5 أيام وبالكتير
بالكتير بالظبط 7 أيام. يعني بيجي لك الرد، أنت بتقدم في قلب السفارة، هي مفيش مقابلة بس بتقدم في قلب السفارة، وبيجي لك الرد بعد 5 أيام أو 7 أيام. مدة التأشيرة ديّة زي ما إحنا عارفين يا جماعة 90 يوم، بس طبعًا زي ما أنت عارفين برضه أنت بتقدّم إجازتك مدة صغيرة، لكن أول ما تدخل البلد فأنت من حقك إن أنت تقضّي 90 يوم في قلب البلد. ديّة كل الأوراق كده باختصار، عشان الناس لمّا تيجي مثلًا تبقى يعني إيه، عندها نيّة إنها مثلًا تقدّم على التأشيرة ديّة أو بتدوّر على طريق فعلًا غير ألبانيا، فديّة تعتبر من الطرق اللي تعتبر سهلة ليك حاليًا، ويمكن أقرب يعني طريق ليك إن أنت تقدر تدخل منطقة الشنجن، خصوصًا إن حدود البوسنة والهرسك تعتبر قريبة لكرواتيا. وطبعًا أول ما توصل هناك أنت حاول إن أنت تسكن طبعًا في المدن اللي هي تعتبر قريبة من كرواتيا، وهتبدأ طبعًا بوسنة والهرسك هتظهر في الفترة اللي جاية على طريق إن هي تعتبر يعني الدولة اللي هي قريبة أو هتكون سهلة ليك إن أنت تقدر تدخل منطقة الشنجن عن طريق حدودها. يعني أنا حبيت إن أنا ألخص الموضوع، يعني خد الموضوع كفكرة دلوقتي، وأكيد أكيد هتلاقي ناس كتير عدت عن طريق البوسنة لكرواتيا يا جماعة. ودي كل حاجة حبيت إن أنا أتكلم فيها برضه، ويعني إيه وأطرحها كفكرة جديدة للناس اللي هي بتدور على طريقة سهلة وطبعا ما تكونش مكلفة برضه معاه، ويقدر يدخل بيها لمنطقة الشنجن، وخصوصا دخول كرواتيا في الفترة الأخيرة. أتمنى التوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار يا ريت الناس تسيبولنا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.